الشخص الذي أو الرجل الذي جامع زوجته وأتى للصلاة وبعد الصلاة وجد نجاسة في ثوبه، هذا مو نجاسة. عفوا، المني الذي وجده في ثوبه وسرواله لا يعتبر نجاسة، لأن الأصل أن مني الرجل طاهر. المني من الرجل والمرأة طاهر، لأنه مصدر خلق تكوين الإنسان. ألم يكن نطفة من مني يمنى، فالمني طاهر. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله يابسا أحكه بظفري ثم يخرج يصلي فيه، وقال: لقد كنت أغسله فيخرج وعذر الماء في ثوبه. فالمني طاهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو قيل بالنجاسة لكان فيه مشقة على الناس وحرج، لا سيما في العهد الأول حينما كان الفراش واحدا والثوب واحد، ولا هناك عندهم من الرفاهية ما عندنا. فالحقيقة أن القول بالطهارة كما يقول شيخ الإسلام إنه من الضرورة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن ابن عقيل الحنبلي كان يناظر شخصا في طهارة المني. ابن عقيل يرى الطهارة ويرى النجاسة، فجاءهم رجل وسأل ابن عقيل فقال: إني كنت أكلم هذا لأثبت أن أصله طاهر، فيأبى علي إلا أن يجعل أصله نجسا. لأن القول بطهارة المني هو القول المشهور الدال على السنة. نعم.